السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في مطبخ خديجة عواد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم لينيم اللي كيجيو الصراحة لذاذ بزاف، بواحد الحشوة اللي كتجي رائعة رائعة جدا. بقاو معايا ان شاء الله باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات ان شاء الله كما كتشوفوا معايا، عندي هنا نصف كيلو ديال الكروفيت مع 10 دراهم ديال صدر ديال الدجاج، طحنتهم في الهشوار. غادي ننزل هاد الخليط ديال لاداند وديال الدجاج، عندي هنايا بصلة كبيرة مشلضة رقيق، جوج معالق كبار ديال القزبور ومعدنوس، عندي هنا 4 الحبات ديال الخيزو محكوك، عندي هنا الفطر الاسود من بعد ما رقدته في الماء ديال القشور ديال الكروفيت وقطعته. غناخد الشعريه الصينيه غنضيف عليها الماء ديال الكروفيت، غنخليها واحد 5 دقائق على ما طيب ونقطعها. في هذا الاناء غادي نضيف معلقه صغيره ديال سكنجبير طري، معلقه كبيره ديال عطريه ديال الحوت او التوابل ديال الحوت، عندي هنايا معلقه مع مرش ديال الثوم، عندي هنايا كذلك 4 المعالق ديال الصوجة الثقيلة، معلقة كبيرة ديال الخردل، معلقة صغيرة ديال الابزار، الملح حسب الذوق، الهريسة حسب الذوق، حبة ديال البيض باش نجمع هذا الخليط، غنضيف الشعرية من بعد ما قطعتها،
غادي نخلط هذا الخليط ديالي مزيان مزيان باليد باش كيندمج عندني هنا المكونات. عندي هنايا الورقه قطعتها على 4، خديت واحد المثلث، درت الحشو ديالي في الوسط، وحاولت انني نقادو مع الورقه. وضروري نزير في هذا الاول، هذا عندي الحشو ضروري نطلع عليه هذه الورقه ونزير هنايا مزيان، من بعد نطلع الجوانب ونلوي عليها. كما شفتوا معايا انا دهنت هذه الورقه بالزيت لان جاتني ناشفه. على ود غادي نحتفظ عليهم في المجمد، واللي غادي نقلي في الزيت ما غاديش ندهنهم يعني ما غاديش ندهنهم، نستمر بنفس الطريقه. وغادي ندير لهم الماء والدقيق هما باش غنسد. اللي بغى يدير البيض يدير، انا صراحه كيعجبني نسد بالدقيق والماء كما شفتوا معايا. غندير المقله فيها الزيت ونخليها حتى كتسخن مزيان مزيان. من بعد غادي ندير لينيم ديالي يتقلاو مزيان ويتحمروا على البوطه ناقصه، ما تكونش مجهده باش طيب الحشو ديالي لداخل. هذا هو الشكل النهائي ديال لينيم. صراحه كيجيو لذاذ لذاذ بزاف وما كيشربوش الزيت. غادي نحاول نقطع معكم وحيده وتشوفوا القرمشه. الى فيديو جديد ان شاء الله، وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله.